ارفع راسك انت سوري. تفاصيل صغيرة جدا حربتنا من وصول لدور ربع نهائي لكأس آسيا لأول مرة في تاريخ منتخبنا. الحسرة الوحيدة هي عدم استغلال للنقص العددي للمنتخب الإيراني بعد طرد مهدي طارمي بالبطاقة الصفراء الثانية. لنا عودة أقوى في تصفيات كأس العالم 2026 بإذن الله. منتخبنا في البطولة واجه ثلاث منتخبات من كبار آسيا، واستقبل فقط هدفين. الأول كان من خطأ دفاعي، والثاني كان من ركلة جزاء مجانية في يوم أمس ضد المنتخب الإيراني. هذا يدل أن قوة وصلابة الدفاع التي صنعها هيكتور كوبا في أول مباراة. كنا نعاني شوي بين التحول بين الدفاع والهجوم، بس مع الوقت منتخبنا تطور وأصبح قادر على الخروج بالكرة بشكل جيد. تخيل أنه منتخبنا عمره بس 20 يوم، مع 5 محترفين يلعبوا لأول مرة مع المنتخب السوري، وقدر يوقف ثلاثة من أقوى المنتخبات في آسيا، وكان ندا قويا معهم. إن شاء الله مع الوقت واكتشاف مواهب جديدة في أوروبا، ومع انسجام اللاعبين الجدد مع بعض سنكون رقبا صاعبا في آسيا. كل ما نتمناه هو الإبقاء على هيكتور كوبر، وإن شاء الله القادم أفضل لنسور قاسيوم. كل هذا الأداء بمنتخب عمره 20 يوم فقط. وتخيل أنه ثلاث منتخبات اللي لعبنا معهم، استراليا وأوزبكستان وأيضا إيران، هدول الثلاثة تأهلوا إلى دور الربع النهائي. يعني كان طريقنا صعب جدا في كأس آسيا، ومنتخب نسور قاسيون كان ندا قويا مع ثلاث منتخبات الذي لعب معهم. التذكير، منتخبنا بعد أقل من شهرين عنده مباراتين مهمين جدا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وفي التصفيات الثانية المؤهلة إلى الدور الثالث من كأس العالم، من تصفيات كأس العالم 2026 ومن كأس آسيا 2027. بالتوفيق لمنتخبنا والفوز بمباراتين على المنتخب أكيد متواضع ضد منتخب ميانمار. بدنا نتيجة كبيرة من نسور قاسيون على هيك منتخبات ليكون متصدر المجموعة على المنتخب الياباني بإذن الله.